الهروب اللي هي مطلوبة للمثول أمام العدالة. بس لازم برضو نعرف يا دكتور أن الجريح الخائن ما دام في إيده مسدس. أنا عايز بس أقول لحضرتك يا أستاذ محمد، أنت يمكن مش شايف الشاشة دلوقتي، بس إحنا أمامنا الآن لقطات من الواضح أنه تم تصويرها من الجو للمعتصمي النهضة وهم بيطلقوا النيران من خلال الدشم اللي كانوا بانيينها على قوات الأمن. أيوة، وفي صور طلقات من نار فوق حي الشجر، من فوق الشجر. لا، هي المسألة بقت واضحة. هؤلاء يتاجرون بالدين ويتاجرون بالوطن. أنا شايف إن الصورة بقت واضحة، مش محتاجة كلام، مش محتاجة مننا كلام، إنما محتاجة حقيقة الأمر إلى لجان شعبية فاهمة وواعية. حركة تمرد عندها هذه القدرة للتنظيم، إن ما فيش حد يعتدي على شارع أو يعتدي على محل أو يعتدي على مكان هو ملكي وملكك وملك كل مواطن. هذه الحرب سيارة الشرطة وإشعالها. من المنيا معنا مراسل تلفزيون النهار نصر حاتم. نصر، من فضلك قول لنا آخر التطورات في المنيا. يعني صباح الخير. التطورات منذ صباح اليوم بدأت عدة مسيرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تتجمع أمام عدة مساجد، ثم قامت